السلام عليكم أحبابي. اليوم بنصلح رمانية، أكلة فلسطينية. للأمانة أنا أول مرة أصلحها وقلت بجرب وإن شاء الله تطلع حلوة. خلينا نشوف كيف بتطلع. ما في معي عدس أسود فقلت بجرب الماش هذا. أخذت كوب ماش عشان بس أطعمه، عملت عدس شوية. هم أصلا يسووا عدس حبوب بس ما في معي عدس حبوب، معي بس عدس أصفر فسويت كوب ماش. وباذنجان المكونات الأساسية اللي بنحتاجها: بيبر مع ثومة، يفضل إنهم يكونوا محروسين، وكمون. وبنعمل ثومة هذه بالنهاية مع زيت زيتون. ما في معنا رمان، بنسوي دبس رمان. خلونا نبدأ ونشوف. حطينا الماش على الماء وملح وبنخليه يستوي نص استواء. لما الماش الآن ثلث استواء بضيف العدس وبضيف ماء شوي. الآن لما صار نص استواء راح نضيف الباذنجان. في ناس يقشر الباذنجان، في ناس ما يقشروا، أنا قشرته. نحركهم مع بعض ونغطي. شوفوا هذا بيبر، أو ممكن تسوي بسباس أخضر وثومة مهروسة هرسناها مع شبت شوية. بضيف كمان كمون، بضيفها الآن فوقه. شوفوا كيف الآن بحرك. أنا أضيف ماء على شوي شوي وأغطي عليه عشان يخمد منه فيه وعلشان ما يزيد الماء. ضفت الآن كمون شوي. طبعا تحتاج ان احنا نحطها على نار لحد ما تذوب تماما. انا طبعا الان بس رفعت النار ولا من الاول على نار هادية. طبعا سر الطبخة بحاجتين: رمان، بس ما فيش معنا رمان بنعمل دبس رمان، وزيت الزيتون. الان بضيف زيت زيتون وبضيف بعدين. لك شوفوا هي تحتاج زيت زيتون كثير. بخلطها. سكبنا دبس الرمان الآن مع شوية ماء، يعني نص كوب ماء، وبنضيف ملعقة دقيق. شوفوا الآن أضفنا ملعقة دقيق، بنخلطهم. شوفوا الآن بعد ما خلطناه بنضيفه للعدس. الآن بنضيفه. أضفنا الآن ونخلط. وبحلة ثانية راح نسوي زيت زيتون وثومة نقليهم. شوفوا الرمانية الآن كيف ثقلت، كيف بقيت. شوف كيف قوامها. شوفوا الثوم كيف أحمر. بضيف الآن فوقها. شوفوا الثوم الآن كيف، وهذا سر الطعم على ما يقولوا. وفوقها ونخلط. هو بيقولوا كل ما أضفنا زيت الزيتون كل ما كان طعمه حلو. جربتها يا جماعة، طعمها مرة رهيب، مرة بيشهي. أخذت مني وقت طويل أصلحها، ولأنه أول مرة وكنت خايفة ابنها تخرب علي أو ما يطلع طعمها حلو. ما في معي رمان عشان كذا، لأنه مش موسم الرمان فاستخدم دبس الرمان. طعمها مرة رهيب يا جماعة، نصيحة تجربوها ما بتندموا. طعمها لذيذ، وتجربوا هذه أكلة فلسطينية، تجربوا الطعم وتعيشوا الجو الفلسطيني. والله يعين. شكرا جزيلا للمتابعة، ولا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.